اعتقد انها غير كافيه. احنا مش عارفين يعني ما فيش مسوده مثلا للدستور تتنشرت في جرايد او حاجه. حاسين كده ان اللجنه دي زي صندوق مغلق كده، صندوق اسود مغلق، يعني مش عارفين ايه اللي بس بتطلع كده كل شويه، بتطلع تسريبات معينه قد تكون حقيقيه وقد تكون غير حقيقيه. لا مش كافيه قوي. والفكره مش فكره في الدعايه ان انزل وشارك وقول اه او لا، دي غلط. انزل شارك قول اه او لا غلط. الاعلام كان لازم يركز على محتوى الدستور. التوعيه في الاعلام انا شايف من وجهه نظري ان هي قليله شويه، لان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه الدستور، رغم ان احنا بقالنا 3 سنين في موجات ثوريه. انا اصلا معترض على التوعيه اللي بتحصل دلوقتي، لان هو دلوقتي في مطالبه ان انت بتقول رايك في حاجه انت اصلا لسه ما تعرفش عنها حاجه، هي لسه ما خلصتش، لسه ما طلعتش للنور اصلا عشان تقول رايك فيها. فانا شايف لا، انت لازم الاول تستنى وبعد كده تقرا، انت تقول رايك، ده حريه شخصيه ان انت تقول رايك. منتظر ان يبقى في توعيه كافيه، يعني يتنشر في الجرايد اكتر، يتكلم عن محادثات التلفزيون، انترفيوهات في الاذاعه، يعني توضح الدستور للناس قبل ما تروح تدي صوتها. غير كافيه، لازم يبقى في توعيه اكتر من كده عشان تعرف تفهم الناس وتعمل. بس لما ينتهي خالص كتابه الدستور، يعني احنا دلوقتي لسه بنسمع كلام ومش عارفين ايه هي نهايه. لما يخلص خالص يبتدي الدعايه بقى، تبتدي الدعايه الصحيحه عشان الناس كلها تبقى على وعي بيها. توعيه كافيه، نفهم الناس والناس فاهمه، هي فاهمه ايه يعني الدستور وايه اللي نازل وايه اللي طالع. لا مش كافي طبعا، لان انا تابعت طبعا في التلفزيون وكده، ما فهمتش حاجه. يعني انا عايزه اقرا الدستور، عايزه افهمه، عايزه مثلا ماده تتفسر لي. في ناس كتير ما تفهمش، في ناس كتير ما بتقراش، فلازم يبقى الاعلام بقى هو دوره ان هو يبين كل ده، يفسر يعني. بالنسبه للدعايه والاعلان، الناس خلاص بقى عندها وعي داخلي، مش محتاجين دعايه يعني، لان الناس عاوزه استقرار، والبلد ان شاء الله هتستقر يعني بالمواد اللي جايه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وشوفنا رأي الشارع ايه في حملات التوعية عن الدستور. يمكن في جانب آخر احنا كان عايزين نركز عليه، وهو بعض اليافطات اللي نشرت في الشوارع في الفترة الأخيرة، وبتقول اللي يقول نعم أو ينزل في استفتاء الدستور ده بيقول نعم لثورة 25 يناير و30 يونيو. ونحب نعرف رأيك يا دكتور في يعني هذه الحملة، وطبعا هنرجع برضو لتعليقات الجمهور وآرائهم، فهل يعني هم مستوعبين اللي بيحصل ولا لا، عارفين ولا لا، نستنى المسودة رقم كام علشان نقول رأينا. فهنرجع للنقط دي، بس احب الاول اعرف بحملة التصويت للدستور اللي شايفينها في الشوارع الايام دي. وبس اضافه على كلام ميسة كمان يا دكتور، ان هي مش بس بيلبوردز في الشوارع، هي كمان في بعض القنوات الفضائيه بتعلن كمان عندها يعني بطريقه غير مباشره، اللي هو التصويت بنعم هو نعم او انا اسف، التصويت في الدستور هو نعم بالاخضر ل 30 يونيو و25 يناير. يعني الحقيقه انا مش مع الحمله دي تماما، ولا اعرف من هي الجهه التي تمولها او التي تقوم بها، لان الدستور لسه ما طلعش ولم يناقش على المستوى الشعبي بشكل كبير، فكيف يعني ادعم شيء انا لا اعرفه؟ والحقيقه ده واضح من كلام ومن اراء بعض الجماهير اللي تم استطلاع رايهم. الحمله بتؤدي يمكن الى تشبع في توجه الناس تقول نعم، وده ممكن يعمل رد فعل عكسي. احنا عندنا في الاعلام الوصول الى مرحله من التشبع للتوجيه بشيء معين قد يؤدي الى عكسه. وبالتالي اتصور ان الحمله دي لا وقتها ولا مضمونها يعني له اي شكل من اشكال الاعراب في الفتره الحاليه. طبعا خلينا نرجع تاني لتعليقات بقى المواطنين. يعني طبعا احنا شايفين ان ده توجيه بشكل يعني، او حضرتك ذكرت ان ده توجيه زياده ممكن يجيب رد فعل عكسي، لكن يمكن اللي احنا كمان سمعناه من المواطنين اللي كانوا بيعلقوا في البعض بيقول انا ما اعرفش اساسا ايه هي المواد، انا سمعت بس خلافات كتيره لكن ما نعرفش توصلوا في النهايه لايه. وفعلا الحقيقه ان احنا النهارده تقريبا مسوده رقم 6 اللي هيتم التصويت النهائي عليها ان شاء الله، لو تم التصويت على جميع المواد يعني باذن الله.